مساء الفل عليكم واهلا بيكم يوم جديد من بودكاست القلعه الحمراء. ضيفنا النهارده لعيب جامد جدا، مدرب شاطر جدا جدا جدا. على المستوى الشخصي كمان حاجه جميله جدا. خلينا نرحب بيك كابتن عماد النحاس، كل سنه وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا كابتن سيد. عامل ايه يا وحش؟ مبسوط ان انا معاك النهارده. كل سنة وانتم حبيبي، طيبين ورمضان كريم. واجمل شيء ان احنا في استاد النادي الاهلي. يا جماله، اه يا جماله. حلمه بقى حقيقه وشغل، وانت الناس. ما جيتش من شويه كمان، ده صوت اه الجرارات والدنيا كانت اه جميله. بس الصوت اللي الاستمتاع مش ازعاج. طبعا. معدات وشغل. عشان ده حلم، انت عم بتحلم ان انت الاستاد ده كان المفروض يبقى موجود من بدري. كان يفرق اوكي. كتير. مش هنبقى محظوظين ان انت مش هتلعب على استاد الاهلي، اه، لكن ان شاء الله تبقى محظوظ ان انت تبقى من الناس اللي بتشجع المجموعة ان شاء الله اللي هتبقى موجودة في الملعب في ولادك الوقت بقى ان ده. شاء الله. يا رب ان شاء الله. واحد باك ليفت والتاني سيرد باك، ها؟ والتاني سيرد باك. صح؟ اه، ده ايه الجينات دي؟ طيب، فكرة تخليد الأسماء والدرع تخليد الأسماء على جدران استاد الأهلي. بسأل كل الضيوف خصوصا الأهلاوية يعني، لو عماد النحاس هيختار شخصية يحط اسمه على جدران استاد الأهلي، يعني مين؟ سواء كانت على المستوى الشخصي، العيلة، الصحاب، المعرفة، مين تختار يعني؟ انا شفت ناس معاك يا سيد بيختاروا، يعني طبعا هو اول شيء طبعا شهداء النادي الاهلي بالنسبه لي، طبعا ده تمام. اول شيء يعني. وانا عارف ان ده ان شاء الله في الاساس هيكون موجود يعني. لكن كنت اتمنى في الوقت الحالي، او انا كنت اتمنى ان اشوف اسم والدي طبعا، بما الله يرحمه، الله كان نفسي يرحمه. يكون موجود. كان اكتر حد داعم ليا، كان اكتر حد واقف معايا، كان اكتر حد بيساندني، كان اكتر حد انا اتاثرت بعد وفاته. آه، كان بدأ يحب الكورة لما شاف عماد بيلعب. يعني في الأول ما كانش بيحب الكورة، لكن بدأ يحب الكورة لما شاف عماد، ايوه. بدأ يتابع، بدأ يكلمك في مم. تفاصيل كورة. وهو في الكورة مم. مش مجال تماما لشغل، ولا مناسب، ولا بيتفرج على ماتشات، ولا مم. بيتابع مباريات. لكن نالة كده معايا مع عماد في الكورة، ونقاش في الكورة كان بيبقى لأبعد مما أتخيل. يعني بيتكلم في مم. كام في فنيات. انا كنت بستمتع وانا بتكلم معاه، وانا عارف ان هو ازاي بيجيب الكلام ده. يعني مم. بقى انت بتقعد الناس طبعا مم. حب الكوره، وحب طبعا كتير النادي الاهلي ووجودي في النادي الاهلي. فمن الناس اللي اتمنى اشوف اسمها ان شاء الله موجود في يا رب مع تحقق جمهور له ده النادي يا الاهلي رب. ان شاء الله. تحب نتكلم فيها يا برنس؟ والله يا سيدي القعده المنيو المنيو معاك انت. القعده معاك آه. مش هتخلص يعني. احنا جاهزين لكل الحوارات ان طيب، شاء الله يعني. احنا في ساعات بنتكلم في موضوعات مش شرط مش شرط حاجة معينة، لكن في مهم جدا ان يبقى في رسالة للناس، وخصوصا للناس اللي طالعة وصغيرة. لعيب الكورة، لعيب له حياة معينة، طبعا. وده قمة الصح. صح. ان انت تبقى عارف كويس قوي ان انت عندك تمرين، عندك وزن، صح. عندك تركيز، عندك اطلاع، عندك خبرات، عندك عقلية لازم كل يوم تكبر وتنضج وتسمع. ويبقى ربنا خلق للواحد ودنين صح. عشان يسمع، مم. ولسان واحد عشان الكلام يبقى كلام. أقل شوية. يعني كل ما تسمع حاجة تحاول تطبقها صح. وعجبتك، وهكذا. عماد، وعماد من الناس اللي كتير ما يعرفوش ان هو كان بادئ إداري خالص. مم. يعني عماد كان مساعد مدير كورة مظبوط. مع كابتن هادي خشبة. 2009 مظبوط. مظبوط. مم. وبعدين راح قطاع الناشئين، نفس البوزيشن تقريبا. تقريبا في الاداري، مساعد اه، للكابتن عبد العزيز شافي، وبعدين مساعد للكابتن محمد عامر، سواء في الاداري او نائب رئيس قطاع. اوكي. وبعدين انطلقت بقى وبعدين في التدريب. من 2014 مم. بس طبعا انت بتتكلم في جزئيه مهمه جدا طبعا، وهو الناشئين والولاد الصغيرين. وخلينا نرجع احنا كده، احنا اتعلمنا ازاي واحنا طالعين. تشوف مم. نموذج قدام منك في اوضه اللبس، بتشوف مدربك، تشوف التعامل ازاي في النادي، تشوف المكان اللي انت فيه، الاجواء اللي انت فيه. لو بدأنا من بعيد فهتقول ان انت بدأت الاول كورة في الشارع، وبعدين مم. مركز شباب، وبعدين تبتدي ازاي تعرف تلعب، وبعدين بدأنا ازاي تعرف تعيش اللي هو المحترف. احنا مم. بدأنا غربة، ولا انا ولا انت تقريبا من القاهرة. انا انا من راجل الفيوم، بس فيوم، نفس انا راجل الخط. من وانت بني انت بني احنا مزار. الاتنين صعيدة. بني مزار انت. مغاغة بني مم. مزار. وليد مم. وليد هو وليد سليمان اللي بني مزار. انت مغاغة. انا مغاغة اوكي. الاتنين محافظة المنيا، انا واحمد حسن مغاغة. مم. فبقول ولاده ان برضو المني. طبعا يعني ناس كتير جدا كمحافظة جدا، اه، يعني طلعت ناس سوبر كلها طلعت على ناس مدار كتير بس. التاريخ كله. احمد عباقي وكابتن احمد حسن مظبوط. وكابتن عبد النحاس ووليد سليمان، وفي ناس لا، تانية، كتير هشام كتير عبد كتير. الرسول. كابتن هشام كتير، وكابتن اشرف يوسف بركات، كابتن كلها حماده تعد. صدقي. كابتن حماده، لا ناس طبعا. كتير بسم الله اتفضل ما شاء اتفضل. الله، مش عايزين ننسى حد. اه، مش عايزين ننسى حد طبعا. آه، هو خليني في الخطوه الاولى اللي بدانا فيها التعليم، اللي هي خطوه اسوان.
اللي هو سن ال20 سنه برضه. لكن انت بتتكلم على ازاي الولد وهو صغير، انا بظن ان هو اهله مع حاليا الدنيا بتتطور طبعا طبعا عكس اللي احنا كنا فيه تماما صح. يعني. فخلينا المرحله نبتدي، مختلفه خالص. احنا بدانا في ال 12 13 14 سنه تقريبا، بدانا دوري 14 سنه. النهارده لا، براعم 6 سنين و7 سنين و8 سنين، لا خلاص بدا يعرف يعني ايه تمرين وصحيان بدري صحيح وكوره ومدرب واداري ونظام ولبس وتويتات، كل صحيح. ده بيتعلمها من بدري طبعا. فاحنا بدانا شويه متاخر. فنقول على سن ال20 سنه بدات تعرف يعني ايه غربه، بدات تعرف يعني ايه كوره، وانت هنا بتعمل ايه وموجود عشان تعمل ايه، وانت قدام منك هدف وبتاخد من اللي قبل منك. يعني انت بتشوف الناس اللي وصلت اللي قبل منك عملت ازاي او مشي الطريق ده ازاي، وانت بتحاول ان انت، خلينا نقول تقليد، انت بتقلد في الحاجه الكويسه. النموذج اللي شفته. طبعا انا ساعات اتخانقت، مش اتخانقت او عملت مشكله او وجهه نظر ان انا عايز البس رقم 4. مصمم ان انا اول مشاكل عايز البس رقم 4. هو قبليك فطاحل يا برنس. والرقم فاضي فاضي. مش موجود. أوكي. الرقم تقريبا كان كرم جابر، وكان كرم كان خلاص مشي من النادي والرقم كان فاضي. فتخيل الاداري كان بيقولوا لي ايه، او العمال والاداريين كانوا بيقولوا لي الرقم ده رقم كبير مش هيتلبس. انا جاي من اسوان وانا بلبس رقم 16. اوكي. وهم الرقمين دول اللي انا لعبت بيهم بس، 16 و4، ما وفي لعبتش الأهلي تقريبا بارقام كده تانية. برضه. والاهلي اللي لبست 16 اللي كان موجود، ولما في 4 فاضي. ما هو انا عايز اوصل لدي اللي هو بدايه اوضه اللبس ازاي. طب ايه المشكله يا جماعه ان انا البس رقم 4؟ كل يوم بيتحط لي رقم 5. خدت وقت لغايه لما اقتنعوا ان انا البس رقم 4. منها بقى تفاؤل، منها كده. اوضه اللبس من الحاجات اللي اللعيب في الوقت ده ازاي يعرف يتعلم من جوه اوضه اللبس، لان كل النماذج جوه اوضه اللبس. بس ما اعرفش يا عماد، هي المشكله بتبقى في اللي موجودين في اوضه اللبس، ولا المشكله بتبقى الحقيقيه الكبيره في اللعيب نفسه؟ يعني ممكن تلاقي واحد عنده لعيبه حواليه كتير بس هو دماغه مش عايز يتعلم. مش عايز يتعلم، مش عايز يستفيد من اللي حواليه. ما هي دي بقى الميزه بقى، ده الطريق اللي انت راسمه لنفسك في البدايه. عشان كده بقول لك الموضوع شويه مختلف. يمكن واحنا خارجين كنا طالعين عشان نبقى لعيبه كوره. النهارده بشوف ان لعيبه الكوره بقت الموضوع سهل، بقى كتير. الاول الموضوع ما كانش كتير، كان الموضوع قليل، والاعداد كانت قليله اللي كان بيطلع يلعب كوره، وكنا زمان بنتضرب على لعب الكوره. النهارده بالعكس. كم مره رحت مع يوسف التمرين في النادي، كم مره انا رحت مثلا مع عبد الرحمن، والنهارده مع حمزه انا ما بسيبش حمزه في التمرين الساعه 6 الصبح. الكلام ده كانش موجود. صحيح. احنا مين راح معانا التمرين؟ طب مين راح معانا ماتشات؟ صحيح. فالموضوع من هنا شويه، لا الموضوع مختلف. انا فاكر يا عماد مره كنت راكب اتوبيس كان اسمه 7 بشرط. كان ما اعرفش يعني 7 و7 بشرط. 7 بشرط ده كان العمرانيه التحرير، او العمرانيه التحرير. فانا راكب الاتوبيس ده كده، فكان الاتوبيس ده كرسي كبير كده شويه، ممكن ياخد 2 أو 3، واللي على الشمال كرسي واحد. فحظي ان انا جيت في كرسي واحد. وانا صغنن قد كده، عيل قد كده يعني اساسا، يعني لازق في الشباك 14. اساسا يعني لو اتعمل له كده هينزل. فراكب، فواحد ركب كبير شويه، فشفت ان هو كبير فعايز اقوم له، فقال لي لا انت صغير خلاص يعني خليك قاعد جنب. فقال لي انت بتلعب في الاهلي؟ فقلت له انا بلعب في الاهلي بس لسه في البدايات يعني. قال لي بص، خليك متواضع وانا متاكد ان ربنا هيكرمك. بص، هي جمله ممكن عدى عليها ممكن الراجل ده ما يبقاش معانا على وش الدنيا، بس هي لمست حاجه جوايا. تمام، ان اكن واحد بيقول لك انت يوم ما توصل اوعى تنسى البدايات. طب بس ودي على فكره، وانا مع اللعيبه لما اكون موجود في وقت الشغل، من اهم الكلام اللي لازم يوصل رساله للعيبه. على فكره في حاجات كتير من اللي الواحد بيعدي بيها بقولها للعيبه بشكل مختلف. يعني ايه اوضه لبس؟ اللعيبه اوضه لبس مفهومها ازاي عندك انت كلعيب، وايامنا احنا كانت مفهومها ازاي؟ تاخد ايه من اوضه اللبس؟ اوضه اللبس فيها كل الكوكتيل بتاع اللعيبه، كويس والوحش والمشاغب والمشاكس واللي دمه خفيف، كل حاجه جوه اوضه اللبس، والملتزم واللي مش ملتزم، كل ده موجود في اوضه اللبس. انت هتتعلم من مين؟ انت دخل جواك الاول الكوكتيل ده كله، بس انت بقى تتعامل مع الناس باي شكل بدول بقى، ايه اللي يناسبك انت. صح، في حاجات كتير هترجع فيها للتربيه بتاعتك، لاصلك، انت جيت منين، شغلك عامل ازاي، هو يناسب شخصيتك ولا ما يناسبش شخصيتك، كل ده. لكن في الاول وفي الاخر انت عرفت، لان انت لو مش هتعرف انت لو ما اتعلمتش مش هتعرف. لو انت ما خدتش جوه الكوكتيل ده وطلعت فيه اللي يناسبك، مش هتعرف بعد كده تقول ده صاحبي ولا مش صاحبي. صح.
جوه اوضه اللبس، وجوه اوضه اللبس كام مجاميع مع بعض او 2 طالعين داخلين مع بعض. حتى الصحوبيه يا عماد، كويس ان احنا هت... بنتناقش كده، ما احنا هتعرف ما هي ده. الصحوبيه دي حاجتين، يا صاحب يا خروجه حلو. طب يعني في واحد خروجه حلو، اه نروح ونضحك ونهزر ونبسط وبتاع، وتمام مش اتبسطت اه اتبسطت يا معلم. زميل، لا، خروجه حلوه مع يعني. زميل مش مع اه لكن مش صاحب موقف. لا صاحب. صاحب موقف ده حاجه تانية خالص، بس لكن في واحد بنضحك وبنهزر ونقعد نحكي هتجيبها شويه منين حواديت. بقى؟ مم. هتجيبها من جوه اوضه اللبس. مم. لو انت بتشوف كويس او انت شايف الناس كويس، هتعرف تطلع الكلام ده كويس جوه اوضه اللبس. انت بقى بعد كده هتعرف مين اللي صاحب صاحبه، وتعرف تصاحب انت. وبعدين خليها دايما انت اللي بتبتدي. يعني دايما مثلا وانا في اوضه اللبس انا اللي كنت دايما ابتدي. كان في ناس كتير بتزعل، كان في ناس بتزعل من الجد، وفي ناس بتزعل ومن العصبيه مثلا اللي في وقت هو الموقف ده محتاج منك عصبيه، مش محتاج هدوء. حكمه يعني، محتاج قوه يعني تقصد. ان انت مش عصبيه، كذا. قوه يعني. طيب عايز اقفل موضوع النشين مش قصه، هي حقيقه. من غير ما نقول اسماء، كان ليا واحد من جيلي كان لعيب جامد جدا جدا، ومن اوائل الناس اللي لعبت اصلا في الاهلي، وكان مستقبل رهيب وكصوره للمستقبل كويس قوي. وبعدين لف الزمن ودار دايرته، والتاريخ على فكره مش للحكاوي والاستمتاع وانت بتشرب كوبايه الشاي وخلاص، ده للعبره. طبعا للعبره. تلت القران تاريخ، يعني صح. تلت القران فيه تاريخ، او جزء كبير جدا من القران الكريم ده للعبره، الناس تتعظ يعني، او تبقى فيه عبره من الاخرين. فقال لي الحال طبعا الزمان قال كلمته، والدنيا ما بقتش احسن حاجه خالص. فقابلته من حوالي 4-5 شهور كده، قال لي لو عاد بيا الزمن نصا والله كده لا هخرج من بيتي. هو كان خريج قوي يعني، مش قاعد، مش لعيب خريج كوره. خريج درجه اولى، يخرج على طول على طول على طول على طول. ثقافه ان احنا عندنا تمرين الصبح مش موجوده خالص، ممكن يبقى في الشارع لحد الساعه 2 ونص 3. قال لو عاد بيا الزمن لا هخرج من البيت ولا اخرج من المسجد. تمام. لما بتشوف صح يعني تغير من ناس كانت موجوده معاك واختلفت تماما، والدنيا يعني راحت في حته مختلفه، وانت كنت احسن افضل يعني امهر احرف كل حاجه، في كل دي كانت عندك، لكن كانت ناقصاك اهم حاجه هي الشخصيه. طيب عمده هاتريك في ماتش واحد بس. الحمد لله. وانت لعيب، بس ان انا بجيب اجوان اصلا. ده كان في الاتحاد. ها في الاتحاد انا هاتريك برضو بس في ماتش واحد بس، ترسانه بس وانت بتلعب ايه بقى، باك ولا هاف؟ لا بص، انا لعبت هاف مش كتير قوي، خلي بالك. لكن هو المعظم اللعب كان باك. كان باك لكن في الماتش ده كنت بلعب هاف. انت شايف اتظلمت لما لعبت باك؟ لما لعبت باك مش اتظلمت، كان احتياج الفرقه طبعا، وكانت حاجه بالنسبه لي في بداياتي كمان، انت عايز تحط رجلك بس في الفريق الاول، عايز تحط رجلك بس. انت عايز يتقال عليك ان انت كويس، بس لما يتقال اسمك خلاص الجهاز الفني يقول ان انت كويس. لكن طبعا كنت احب طبعا البوزيشن بتاعي اللي هو الاساسي الهاف. ان انا احاول ربنا يديله الصحه الشيخ طه اسماعيل طلعنا نص الملعب ولعبت 6 بقى 6 صح. بس ممكن عملت تأديها دي، عملتها كويس ماتشين 3. قلت لا بس انا حابب المكان ده. الجزء الثاني بس سادر هو برضو يعني يمكن انت الموضوع مختلف يعني عني شويتين طبعا. برضو ناشئين النادي الاهلي في السن ده او في الوقت ده غير لما تكون انت جاي السلم، لا ده من تحت خالص، ويبقى عندك الحلم ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي. على الرغم من كده كان معانا ناس ولاعيبه افضل من عماد بكتير بمراحل. بس هو سبحان الله بقى الحياه اللي هو التوفيق وعدم التوفيق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. وان انت لما تحط رجليك فعلا على الطريق. انا فاكر اول سنه في اسوان اللي هو اللي كان النموذج او صاحبك اللي كان بيكلمك فيه ده، كنت ممكن اكون انا كده بس بالظبط في استراحه النادي للتمرين، لجوه النادي لاستراحه النادي. اللفه دي بس ما بتطلعش بره. اول سنه دوري ممتاز ما بعملش غير اللفه دي. اول 4-5 ماتشات شاركت في ماتش واحد بس، ومستني الفرصه ان انت تلعب، وعندك يعني طبعا هو اليقين وعندك يعني ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان انت لما تحط رجليك في الملعب ربنا هيوفقك ان انت مش هتطلع. وعشان ربنا يوفقك كمان وانت مدافع ان النتائج السلبيه تبقى ايجابيه. صحيح. الناس اللي قبل مننا، انا كنت بشوف ان في الاجيال اللي قبل مننا اللي احنا اتعلمنا منهم الكوره واحنا صغيرين، ازاي الناس دي ما لعبتش اهلي وزمالك.
ازاي؟ طب هو ليه بعد كده، هو ليه ما راحش لعب اهلي وزمالك؟ لكن انا بشوف ان هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى، طبعا التزامك، صحيح. الاهداف اللي انت كنت حاططها، او مش هقول بقى الطموح والاهداف والحاجات الكلام الكبير ده، لا هو كان حلم حتى لو حلم بسيط، لكن هي كان خطوات. من اسوان لما اتكلم معايا الاول، اول حد اتكلم معايا اتحاد عثمان، اللي بعدين اتغير بقى دينا، بعدين القناه، كل شويه بتفرح ناله، هتيجي القاهره خطوة. هي ناله، بعدين بقى النادي المصري، بعدين بقى النادي الاسماعيلي، بعدين بقى النادي الزمالك، بعدين بقى النادي الاهلي. ده في الموسم الثاني، ده من نهايه الموسم الاولاني مع دي نهايه كلها الموسم عروض الثاني. يعني. كل دي عروض انت بتتكلم عنها. في الاخر سبحان الله نصيبه كان الوقت ده، الاختيار كان النادي الاسماعيلي. بعدين جيت في نهايه السنه مع الله يرحمه المستشار مصطفى حمد رئيس النادي، ده في كلام في النادي الاهلي في الوقت ده، مشي ابو الدهب ومشي سمير كمونه، فالمكان بقى فاضي، فعايزين مدافع، فبيفكروا في عماد بتاع اسوان، لا انت ماضي للاسماعيلي، لا خلاص. فتتأجل شوية. قال لي حاجه جميله، انت ماضي ولا مش ماضي؟ قلت له ماضي لهم. خدت فلوس ولا ما خدتش فلوس؟ قلت له فعلا خدت فلوس. قال لي توكل على الله، تذكره الطيران على الاسماعيليه. قلت له شكرا. وكنت حابب المشوار ورحت عشان اتعلم حاجات تانية، ودي ميزه ان انت ازاي بتعرف تتعلم. حتى لما جيت النادي الاهلي وانا كبير، كنت ممكن يا سيد اجي مثلا في سن ال20 وما تمشيش الدنيا. ما تمشيش الدنيا طبعا. وتلاقي الامور صعبه، ويبقى في حد مش هينافسك في المكان، لا انت حد مش هتقدر في الفنيات تعديه، فهو طبيعي انه هيلعب، تتاثر فتبدا تنزل. لا انت السلم سبحان الله، تبتدي السلم من هنا، او ممكن تبقى من فوق السلم وبعدين تبدا تنزل. فانا بقول الحمد لله، هو ده اولا ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، وممكن اكون جيت في الوقت المناسب. صح. على فكره عدد السنين اللي لعبتها في النادي الاهلي هي مش كتير، مش 10 مش 15، بس الناس طبعا. في الاربع خمس سنين او الخمس سنين من 2004 ل 2009، مع نهايه موسم 2009 لموسم 2008 2009، الخمس سنين دول انت حاسس ان انت عملت حاجات كتير. لا مش حاسس يعني، انت وفي عملت حاجات كل كتير. البطولات الحمد لله انت مشارك فيها طبعا. فما فيش حاجه انت تحس ان ربنا سبحانه وتعالى حرمك منها. بس عشان كمان الحقبه التاريخيه دي ارتبط بتنييم. انتوا كنتوا بتنيموا الافريقيا من المغرب يا برنس. المغرب ايه ده؟ هو اول بس العصر ما يأذن كله بيخش بيوته. طيب انا عايز اقول حاجه في اللي انت بتقوله ده يا عماد، مهم جدا جدا. هي المعادله الصعبه بتبقى في التفكير اللي ممكن يبقى واخد كل مرحله ليها عنوانها. يعني بعد ما توصل انت لو رحت مدي لنفسك عنوان كده داخلي وتفكيرك يبقى رايح، انما اوتيته على علم عندي، عارف ده توديك في 60 داهيه. ده تعبي ومجهودي هو جزء، لكن هو في توفيق من عند ربنا. والا زي ما انت لسه شارح من شويه، قلت ان في ناس ممكن تبقى احسن منك. يعني على مدار قطاع الناشئين، انا لعبت في النادي الاهلي من سنه 89 لحد 96 97 لحد ما طلعت الدرجه الاولى. في مجموعه لعيبه في قطاع الناشئين يعني مش ممكن، مستحيل مواهب ما في الفتره دي ما كملتش ازاي، ما احترفش ازاي مثلا. ايه ده حته ان هو يلعب في الاهلي بس ده ما احترفش يعني، دي وقت، لكن اكيد هيبقى نجم الاهلي ونجم منتخب مصر ونجم وما لعبش خالص يعني. ففي وقت كده هو ناس تعبت وناس شقيت، بس ربنا كان موافقك انت. ولو بتتاخد بالتعب والمجهود بس، ده في ناس بتشتغل اكتر منك 100,000 مره، تمام، ورزقها بيبقى محدود. ده اللي كاتبه المولى عز وجل. طب عمده، يعني مشوار في الكوره كبير جدا، ستايل يعني مش كتير يعني. ابراهيم كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه، كابتن مصطفى يونس، كابتن عماد النحاس، كابتن اشرف قاسم، كابتن مين تاني، سمير كمونه شويه طبعا، كابتن هاني رمزي. ستايل كده يعني، كرة طالعه بميزان. اللونج بوس ايه يا باشا؟ يعني رايح على صدر، على العلامه اللي هنا بالظبط، اكنك منشنها يعني. خليني اقول لك، هو برضه توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ثم انت حابب تتعلم ولا لا. يعني كان في حاجات اكيد انت ما تعرفش تعملها، بس انت تعرف تعملها ازاي. فانا شفت سيد بيعملها، انا ببتدي الاول ان انا عايز اعمل زيه واجتهد فيها اكتر. في حاجات اساسيات هي عندك، يعني الكوره ولعب الكوره، يمكن احنا طالعين من ملعب خماسي فدي حاجات عندك كوره، لكن الملعب الخماسي اللي يوصلك ان انت تعمل لونج باص بالدقه دي. لا كنت بتشوف كويس، وبتحط نماذج لعيبه. هو ده اللي انا اقعد اتفرج عليه كل يوم وكل شويه، لدرجه ان انا كنت بوصل للتفاصيل الصغيره. هو جزمه الكره اللي لابسها ايه، نوعها ايه؟ يا
هو بيكم لما كان بيشوط الفاولات مثلا، انا خدت ستايل الشوز اللي هو لابسه، نفس الكلام لزيدان. التفاصيل الصغيره دي انا كنت بحب كده يعني. بحب التفاصيل الصغيره. زائد كمان هو كان معاك لعيبه بتقدر تساعدك. يعني اللعيبه، انا كنت بحب اللعيب اللي يبقى هو معاك بعينيه، هو بيطلب الكوره من غير، مش لازم يندى عليك، مش لازم يعمل لك فرح ان هو انا عايز الكوره، لدرجه ان انت عايز الكوره فين. وكان في لعيبه بتزعل ان انا لو ما بصيتلوش في الماتش الواحد 2 أو 3 4 كور، بس هو الملعب مش ليك انت بس. او انا برضو فكرتني بحاجه جميله يعني. قول. انا لاعب كاس عالم انديه 2005 وانا مصاب. صحيح. 2005 دي وانا مصاب. والضمه دي مش كتير اللي هيلعب عليها يعني. هو كان مستر مانويل مصمم مع الدكتور ايهاب، وخدت الحقنه التمام وهتلعب يعني هتلعب خلاص حاضر يعني، بعد مباراه اتحاد جده اللي خسرنا فيها 1-0. كان مين معاهم من المشاهير في الوقت ده؟ كان يورك تقريبا، او بنلعب فرقه كده، هم كسبونا 2-1. فانا ما كنتش بعمل حاجه، انا رجلي اليمين هي اللي سليمه، فبستلم اروح حاطط الكوره. انا عدلتي هنا، احط الكوره في الجنب شمال طويله، لونج باص. عملت 1 2 اول ما بدا اللعب، 1 كويسه، 2 3. في الكوره الرابعه الراجل راس الحربه لقيته ما بيدينيش مساحه تعملها. قلت له والله كتر الف خيرك، انا ما كنتش عايز، انا خاف لا اتعور، عشان الضم. خليك واقف معايا. بس بص بص، ده بقى قصير. اهتمام الراجل المدرب الناحيه الثانيه. لا، هو انت كل ما الكره توصل للراجل ده هيعمل دي. دي ايه، خلينا دي على يعني دي شويه على كبر، وانت حتى لو انت مصاب، بس هو حاجه انت بتحبها فعلا. وفي حاجه تاني برضه يا سيدي، اللي هو اللعيب اللي بيعرف يفكر كويس، المميزات وعيوب. ايه المميزات اللي عندك؟ اشتغل عليها. ما تجيش انت كلعيب بقى دماغك دي تقفل وتروح رايح على واحده من العيوب اللي عندك. انا مش جامد في 1 ضد 1 مثلا. انا عارف ان سيد سريع فسايب له مساحه. طب ما هو طبيعي ان هو اول تفكير ايه؟ ميزته هيروح على السرعه اللي عنده. فانت لو ما خدتش اللي هو الدبوس الصغير اللي انت في الماتش اللي بتتكلم عليه ده، ما هو انت مش تلحق تجيب سيد. طب لو انت مجهز من بدري التفكير، لا الموضوع هيبقى مختلف. لكن انت النهارده انت مش عارف تقرا اللعب، فمش عارف تتوقع، فمش هتقطع الكوره، فخلاص كل سنه وانت طيب هات الكوره. زي ما كان معايا حارس مرمى، بس ده مش لازم اقول الاسم، اطلع في الهوا مثلا اقول سيد اسنطر، سيد ماسك دماغك انت. اسنطر. قلت له بقول لك الله يكرمك ما تسيبنا احنا نقول الاسم احنا نشتغل مع الكره العاليه دي، بلاش تطلع من الجول يا خليك سيدي، في جونك يا ابن الحلال. سيبها واحنا نتعامل معاها. ولما حد يلعب عليك يعني الكره راحت عليك بالدماغ او تعامل بقى وخلاص. اتعامل انت مع الكوره من غير ما لكن انا كده ضامن ان انا كل ما تطلع تقول سيد انا بسنطر. طب عماد في العصر الحديث ده مفيش ليبرو. تمام. تلعب يبقى سردباك 6 ولا سردباك و6 هو ولا؟ كان الانسب كان هيبقى 6. بس يا سلام دلوقتي مع الاختلافات لا لازم بقى يعني. بس انت خلي بالك انت برضه الاثنين، ولو سردباك هتطلع بكره ايه نموذج مع الاثنين نموذج. وحاليا طريقه اللعب مش هقول ان في كره بدر بنون كمان كان في منك يا عماد قوي. طيب يا معلم، بدايات تدريبيه يعني تدرج 100 مفيش مشكله، نتائج مبهره. مع انديه طبعا مش في المنافسه، مفيش ولا نادي ممكن يبقى لا. عنده تطلع المنافسه، لكن المردود حلو قوي. بنتشل ان صح التعبير اسوان من مكانه لحته تانية خالص. بعمل اداء مبهر مع المقاولين العرب، ليا تجربه مع الاتحاد والطلائع. تمام. وفجاه الموضوع بدا الدنيا وقفت شويه. خليني اقول لك الاول، ممكن يكون عامل توفيق وعدم التوفيق، ولما تقعد لازم تتعلم. هو ده المدرب. هو في 10 سنين كانوا كويسين جدا، من 2014 ل 2024 فيهم ما بين نجاح وما بين عدم نجاح. مش هقول ان هي فشل يعني. وتفكيرك انت بيتغير، ولازم انت كمان بتتطور مع التطورات اللي احنا بنتكلم عليها كلاعب وكمدرب. ممكن يكون فرق معاك شويه ان انت كان قدام منك خطوه اكبر وانت مثلا ما خدتهاش، وكان في وقت قدام منك ان انت لو رحت الخطوه دي كنت ممكن تتعلم وقت اكتر. وفي وقت انت مش هقول ان هي اللي انت فيه النهارده ان انت قاعد ان هو تقليل مثلا منك، او ان انت مقصر في شغلك. لا، هي وجهات نظر، لان بقى برضو المدربين بقى كتير وتغيير المدربين بقى اكتر.
اسوان اول مرحله بالنسبه لي، اللي كل التحدي والتركيز، وانت بتقول انت عايز نفس الكلام امشي بقى، اللي هي المراحل. كان فيها مرحله ان انا عايز ابقى متواجد، ان انا اروح الشرقيه زازي، ان انا عايز ابقى متواجد، ان انا اروح الرجاء مرسى مطروح، ان انا عايز ابقى متواجد، ان انا اروح طنطا، ان انا عايز ابقى متواجد، مش عايز انزل من الصوره بعد اللي انت قدمته في ان انت مستني الفرصه. ففعلا الفرصه من بعد تجربه طنطا، رغم ان هي كانت تجربه صغيره، كانت تجربه المقاولين هي اطول فتره شويه بالنسبه قد لك ايه بقى؟ وافضل ساعه ونص، شغل. سنه ونص تقريبا؟ 3 سنين ونص. 3 سنين ونص. اه آه. السنه الاولى مركز خامس، السنه الثانيه مركز رابع، السنه الثالثه مركز تاسع، السنه الرابعه بعد 19 مباريات. هي بقى هنا الظروف اللي قلت سبحان الله، انت اللي اخترت جزء او انا اقول ان انا عشان انا قلتها قبل كده. يعني هو مع بدايه الموسم كان بدايه تعب والدي الله يرحمه مع اه بدايه الموسم. الله يرحمه. فخدت 3 شهور، وكان الدكتور بالنسبه لي كان الموضوع، مش هقول ان هو كان موضوع بالنسبه لي صدمه، يعني ان انت لما الدكتور زي ما انت الحاجات دي كنت بتشوفها في الافلام، اللي يقول لك 6 شهور وسنه ويومين والكلام اللي هو ده، انت ما بتسمعهاش غير في الافلام، مش غير في الافلام. لما بتعيشها في الحقيقه لا، هو الموضوع صعب، صعب واقع جدا. صعب. فانت عارف تكسب اول ماتش وبعدين تعادل وبعدين بتخسر، لقيت الامور ايه، 6 7 ماتشات 9 ماتشات بالظبط مع بدايه الموسم 22 23 18 19 19 20 20 21، يبقى 21 22 ده الموسم الرابع 20 21 22. عدى من ال6 شهور 3 شهور. فانت عارف اللي هو انت بتتلكك بقى، انا جبتها في انا ممكن في حاجات برضو من ضمن شخصيتك، ان انت حتى لو المشاكل في حاجات تانية وانت ممكن تجيبها على نفسك، انا كده مم. دخل نفسك في جمله مفيده وانت اللي عندك المشكله. فقلت انا عندي مشكله، انا اللي مش مركز في شغلي، وانا الموضوع واخد من تفكيري، وانا لا، انا اروح، انا عايز اقعد مع ابويا شويه دول. الشويه دول. انا عايز اقول لك ان هو 18 يوم، حبيبي 18 يوم بالظبط. الموضوع كان صعب عليا شويه، انا اكبر اخواتي وشايل مسؤوليه وخلافه. كان المفروض انت تقعد شويه، يبقى عندك هدنه فتره كويسه، عشان ترجع تشحن تاني وتشوف النجاحات دي جات ازاي، وتدرسها كويس، وتبدا تحط قدام منك البلان اللي تمشي عليه، تحط نقط ازاي تمشي على شهر واحد. 18 واحد، انا رحت تقريبا في شهر 3، بعد شهر 2 كمان ما تحسب، شهر 2 ده 28 يوم، 10/3 12/3 رحت لنادي الاتحاد. الموضوع طبعا لما تقول مقاولين واتحاد، لا الموضوع مختلف. عشان تروح نادي الاتحاد ده لازم تبقى جاهز في التعاملات، ازاي هتتعامل مع نادي جماهيري عنده ضغوط معينه، عنده لعيبه معينه، عنده تفكير معين. طبعا كل الاحترام والتقدير للاستاذ محمد مصلح رئيس النادي في الوقت ده، ودعمه للجهاز الفني ولعماد، واقتناعه الكبير بوجود عماد في الوقت ده. عملنا ماتشات كويسه وعملنا وقت كويس، بس انت برضو مازال مضغوط. مع اي هزه انت مش واقف على رجليك. في المقاولين تتهز، لا انت جاهز. يعني في الوقت اللي كنا بننافس على المركز الرابع، حسينا الوقت ان جاي لك سموحه ينافسك، او جاي لك انبي ينافسك على المكان، بس انت لا، انت قدام اللعيبه بشكل واصرارهم، عارفين ان انت عايز تاخد مركز رابع، يعني تاخد مركز رابع من اول الموسم. من اول الموسم انت بنيت، من اول الموسم، من اول الموسم انت عملت معسكر بره، ووشك زي ما انا بكلمك كده مقفول، مفيش استعداد حاجه، مفيش جميل. حاجه اسمها وشك هو ده، هو مركز رابع. تطلع بره آه يا رب ان شاء الله ربنا يوفقنا، ويا رب نكسب، ونكسب ازاي، وتبدا تشوف تذاكر بقى شغلك، الفرقه اللي قدامك، ولو ضاع الحلم ده ايه اللي هيحصل. فتاني سنه مع الخساره، لا برضه انت لسه واقف على رجليك، وعندك ثقه في المجموعه اللي موجوده. لما بتروح نقله تانية، المفاتيح، خد برضه حته كلمه المفاتيح دي حاجه، مفاتيح المكان اللي انت فيه، ازاي تعرف تتعامل. لو انت قدرت ان انت تبقى متمكن في جزء المفاتيح، مفاتيحك دي اللعيبه، الجزء الاداري، الجزء الطبي، التعامل في النادي، الشكل العام، من وانت جاي من بره، انت داخل النادي ده بناء على ايه، انت جاي تعمل ايه. كل النقط دي انت رايح فتره تكميليه، رايح في ورا حد. يمكن في الوقت ده انا كنت محظوظ ان انا رايح ورا كابتن حسام حسن. كابتن حسام انت عارف ان هو ليه طريقته، وليه اسلوبه، وليه طريقه شغله، وليه طريقه تعاملته مع اللعيبه. اكيد احنا الاثنين مش زي بعض، الموضوع مختلف. كابتن حسام ما بين شده، وما بين لو انت عارف، ما بين ان انت ضرب 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 لحد، لا يعني في ضرب، بس مش بالقوه دي مثلا، او مش بالعنف ده، لا في الدنيا خد وهات، في لغه حوار، في فهم، انا عايز افهم.
انا بحب ان انا اقرب من اللعيب، عايز افهم اللعيب. انا عارف ان سيد هو عنده امكانيات وعارف امكانياته كويس جدا، معايا انا مش عارف يطلع الامكانيات دي، مش شرط ان اجيب العيب فيه هو. انا بدخل نفسي زي ما قلت لك من شويه في الموضوع، لا انا ازاي ارجعه للحاله دي. انت بتتكلم كلام مهم جدا. فانت طبعا عايز تاخد عايز تطلع منه وقت. احسن من حاجه. طب انا عايز اخد وقت. في وقت بقى انت الانديه مش هتساعدك. الانديه الجماهيريه مكسب، يعني مكسب. انا بشوف ان نادي الاتحاد او نادي المصري او نادي الاسماعيلي او النادي المحل، النادي الجماهيريه، هو رقم واحد. الجمهور بيفكر في ايه؟ في مكسب. انا ما بكلمكش على اهلي وزمالك، ده اساسي رقم واحد. لكن الناس دي عايزه تفرح، الناس دي عايزه تعمل انجاز، الناس دي عايزه المدرب او المدير الفني اللي عنده يعمل له انجاز. عماد، احلم واتمنى كده، او اسرح مع نفسك يعني نقطتين ثلاثه، سوري، دقيقتين ثلاثه، وعماد مدير فني للنادي الاهلي، ايه اللي ممكن عماد يعمله او يتمناه؟ تمام. او يشتغل عليه مع نفسك بقى كده، دقيقتين قدامنا، دقيقتين. انت مدير فني للنادي الاهلي، برضه هرجع تاني لجزء ان انت النادي الاهلي بجمهور النادي الاهلي، او شيء ده بالنسبه لك ده يعني هنقول هو الحلم اللي انت مثلا عايش عليه النهارده كمدرب، ان انت عايز توصل للمكانه دي. انت هتعمل ايه؟ انت حاطط كل انجازات المدربين وحاطط كل الانجازات اللي حصلت عشان ازاي تعرف تعمل زيه. هتبقى محظوظ لو معاك في الوقت ده مجموعه لعيبه تقدر تنفذ افكارك، لان انا كان في الجزء الاولاني اللعيبه اللي تنفذ الافكار دي مش كامله، او كامله مش ومش كتير. موجوده كتير ازاي يعني. تبقى محظوظ ان انت تبقى، وانا بقول لك تبقى محظوظ، ده من توفيق ربنا برضه. ولو انت مش محظوظ بالمجموعه دي، ازاي توصل الافكار اللي عندك للعيبه دي تنفذ افكارك؟ عشان هو موجود اوريدي، عنده الدوافع وعنده الجمهور وعندك كل شيء متاح بالنسبه لك. فهيبقى متبقي لك ان انت تحط نفسك دايما ودي عاده النادي الاهلي في الصف الاول. ازاي تحافظ على النادي الاهلي ان هو دايما يبقى هو في الصف الاول، انت دايما بتنافس على المركز الاول، ان انت دايما ما بتفكرش غير في كلمه الاول. ازاي ممكن كل اللي انت شفته كلعيب او كمدرب، ازاي تقدر توصل الحاجات دي والآلية اللي انت توصل بيها الحاجات دي للنادي؟ ازاي وانت موجود في الحلم ان انت تكون موجود في استاد النادي الاهلي ده، من الدوافع الجديدة اللي تقدر بتتكلم مع الجيل ده. انت ازاي محظوظ ان انت تبقى موجود في استاد النادي الاهلي، ان انت عندك الجمهور ده اللي في الملعب ده بتاعك انت. الجمهور ده جاي يشجعك انت، ال 42 ألف في كل ماتش موجودين وراك وأكتر، ده غير الناس اللي في البيوت بيشجعوك انت. في حاجات شخصية بقى ليك انت، يعني كل ما بتشوف اسم مدير فني محفور اسمه في تاريخ النادي، ازاي تعرف تحفر اسمك في تاريخ النادي؟ هو ده بالنسبة لك اللي هو كحلم، ازاي تحط اسمك كمدير فني. لان مديرين فنيين كتير ممكن عدوا على النادي الاهلي ما عرفوش يحفروا اساميهم في النادي الاهلي. عدى مرة موسم او شهور او ماتشات، او ما ارتبطوش بالجماهير زي بعضهم يعني. مش كلهم زي بعض. فدي ميزه، انا بشوف ان هي ميزه، ان انت زي وانت لعيب ازاي اسمك قدرت ان انت تحفره بتعبك بمجهودك. نفس الكلام. هي نفس الفكره كده. فهي الدوافع اللي خليتك وانت لعيب هي اللي برضو اللي هتخليك وانت مدرب. لان انت من بره انت دايما شايف النادي الاهلي في المكانه دي دايما. انت حاطه في مكانه هي رقم واحد دايما. وانت تستحق كل حاجه يا عمد. بس فربنا يا رب ان شاء الله ينول كل واحد مراده وعلى حسب النوايا ترزقون. وانا سامحتك في بس الحمد لله ده اهم حاجه، وانا ما كنتش هسيبك اصلا. في اسمه ايه ده، كان اسمه ايه، بيقول لي بس انا عملت ايه التعطيله دي؟ رحت حطيت لي دماغ مش فاول. والله. طب خدت انذار دلوقتي ايه؟ خدت انذار. بص رجلي تعور خدت انذار. طب فاكر خدت انذار؟ لا، هي الكوره مش معانا اصلا. الكوره مش معانا. يعني ايه الكوره مش معانا؟ احنا طالعين يعني ضربتك من غير كوره. والله. لا ده لازم تسامح، ده افتراء. شفت بقى؟ بقول لك كنت لعيب مفتري. كل سنه وانت طيب يا عم. يعني يومنا خلص النهارده، وبكره ان شاء الله الرحمن يتجدد اللقاء بودكاست القلعه الحمراء. شكرا جزيلا.